يبدأ الفيلم بكيم وهو يفطر مع مراته سون، وتعدي من جنبهم عربيات نقل المواد لأن في متنزه بيتبني جنبهم، وتجري سون بالأكل عشان ميجيش عليه تراب. وكيم يتضايق ويروح لموقع البناء، يقول له المهندس خلى العربيات تيجي من مكان تاني لأن لو جه تراب تاني على الأكل هقلب الدنيا. المهندس قال له مفيش طريق تاني، نعمل لك ايه يعني؟ قال له طب بص على كده، خلينا نتكلم مع مديرة المشروع. ويروح يجري عليه بس هو فوق بنتها، وقعها على الأرض، واتصل على الشرطة عشان ياخدوه وخدوه. الضابط قال له متروحش تتخانق مع أي حد. وهنا عرف كيب إنه ما عندوش حاجة يعملها. وهنا تظهر سون وهي بتصنع ألعاب أطفال عشان تبيعهم وتساعد جوزها، ويعجبها فستان في التلفزيون وتتصل عشان تطلبه، بس تراجعت في كلامها عشان ما عندهاش فلوس. ويجي كيم وهو متضايق عشان ما عندوش شغل، وحتى البيت اللي عايشين فيه باسم أبو سون. أبو سون بيكرهه أصلا، ويروح عشان يشتري سجاير وبيبسي بس فلوسه ما تكفيه، وياخد السجاير ويسيب البيبسي. بس حفيدة صاحب المحل تديله بيبسي لأن هو فقير. الله رحم الله والديكي، تسلميلي. تعالى اشرب سجاير معايا. ويروح تاني يوم البيت لمراته عشان يحتفلوا بعيد ميلاد، بس قبل ما يخبط على الباب يسمع صوت ابوها وهو بيسبه ويقول عليه فاشل، فيتخنق ويرجع ويشوط الكيكة في الطريق. ويبدأ يفكر ازاي يبقى غني. وفي الوقت ده بيشوف عربية واقفة قدامه وياخدها عشان يصلحها، ويقول لصاحبها ان الكاوتش مخروم بمسمار وعامل فتحة كبيرة، بس مفيش مسمار يقف قدامه. يصلحها وياخد الفلوس ويروح يجيب مراته وتديله فلوس من ابوها عشان يصرف منها، وهو بيديها الفلوس اللي اشتغل بيها. تاني يوم بيصلح سيارة مهندس البناء، يستغله وياخد ضعف الفلوس لأن مفيش مصلح غيره بالمكان. فبيروح على الطريق ويشوف مسامير كتير في الطريق بتخرج من الكاوتشات، وجات الفكرة اللي كان منتظرها. ويرجع ويعمل حديد عشان يوزعه على الطريق في الليل عشان يخرم الكاوتشات عشان محدش يشوفه، بس مراته تقفشه. فيقول لها كل حاجة، ويقول لها دي أحسن طريقة عشان نجيب بيها فلوس. قالت له أخاف حرام. قال لها أعوذ بالله، تعرف أنا شيخ المنطقة، أنا ما عملتش حاجة حرام. فتوافق. وتاني يوم ما تعديش عربية لما تخرم الكاوتش بتاعها، ويبدأ الشغل الصح. يوم بعد يوم بقى معاه فلوس وحياته اتغيرت. وفي يوم من الأيام مديرة المشروع تخرم الكاوتش بتاعها، وتروح لكيم عشان يعمل لها خرم الكاوتش. قال لها فاكرة اليوم اللي سلمتني فيه للشرطة؟ امشي من هنا يلا. وينضف التراب في وشها. وسون قالت له خلي بالك، دي قالت لي هتدفع ضعف المبلغ. قال لها يا هلا بيكي، ده انا بهزر معاك، وواحد ما يهزرش يعني شوية. يخلص شغله وتديله فلوسه. وقالت له مادام انت حيوان وتستغل الناس مش هتتوفق ابدا. قال لها اتكل على الله يا اخي، اتكل على الله. ولعب بالفلوس لعب. وصول ام الامن تعمل شعرها تشتري كل الفساتين اللي عايزاه. وكيم يقول لها انا مش هرتاح الا لما اشتري البيت من ابوكي. ويروح لحفيدة صاحب المحل وياخدها بالسكوتر عشان يفسحها لان هي يتيمة. الله عليك يا كيم بخرم ابو الايتام الغالي. وكالعادة برضه بالليل وزع المسامير في الطريق مع مراته، ويدعي ربنا يرزقه بالحلال. حلال قال. تعدي عربية الشرطة في الطريق، بيقول لهم طلع انا ومراته بنشم هوا، فيها مشكلة يعني؟ ويسيبوهم ويمشوا. تاني يوم بنت مديرة المشروع تتخطف وتتهم كيم ان هو اللي خطفها، ان هو استغلالي. الشرطة اعتقلوه يفتشوا بيته. ابو سون بيقول لبنته اهو راجلك اهو بيخطف عيال. الشرطة قعدت اليوم كله تحقق معاه كيم، وهو مش عارف هم بيحققوا معاه على ايه. واخر حاجة ملقوش دليل ضده وطلعوه. ويرجع بيته وهو مخنوق أوي. سون قالت له الله عليك، جيت في الوقت ان احنا نحط فيه مسامير في الطريق. قال لها قومي اعملي لي عشاء انا ميت من الجوع. تاني يوم يحط مسامير كتير عشان ينتقم من المدينة كلها. ويسمع صوت عربية عملت حادثة على الطريق، فيروح يشيل المسامير عشان ميبقاش في دليل شبهة ضده. الغريب ان صاحب العربية اول ما شافه جري وبعد عنه. وكيم يسمع صوت من صندوق العربية وتطلع البت المخطوفة، ويتصل على الشرطة ويجي ياخدوها. والقنوات عملوا من كيم بطل، ويقولوا انه ضحى بحياته عشان ينقذه، ويعملوا لقاء مع ابو سون ويقول لهم كيم طول عمره بطل. انا مربيه على ايدي، تحكوا في ايه انتوا؟ ومديرة المشروع تديه 50,000 دولار هدية لأنه أنقذ بنتها. ويروح يشتري عربية جديدة هو وسون، وياكلوا في أحسن المطاعم، ويشتري بيت من أبو مراته. المشكلة بعدها حتى مسامير برضه على الطريق، ويأذي الناس. ويروح يشتري بيبسي من محل جدة الطفلة ويقعد هناك. ويجي ظابط يقول للجدة إن حفيدتها في المستشفى بسبب حادث. ويروح كيم المستشفى ويعرف إن البنت ماتت بسبب المسامير اللي بيحطها على الطريق، لأن في عربية مشيت على الطريق واتخرمت من المسامير ومالت وخبطت البيت. ويرجع البيت ويقعد يعيط ويقطع ورق البيت اللي اشتراه ويرمي الفلوس في الأرض ويحاول يقطعها. وسون بتهديه وتقول له يا ابني احنا ده شقة عمرنا، ده احنا طلع ميتين عشان نعمله. ايه ده كده يا ابن الحلال. ويطلع على الطريق ويشوف كل المسامير اللي في الطريق وهو بيعيط، وعلى أساسه إن الفيلم أعطى رسالة إن الفلوس مش كل حاجة. لا يا حبيبي، الفلوس كل حاجة، مش بدماغكم انتوا يا حبيبي، الفلوس كل حاجة يا حبيبي. ويلا حطوا لايك واشتراك بالقناة، الله يرضى عليكم يا حبايبي. ادام احط لكم مسامير تدوسوا عليها برجلكم. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.